ازاي جاسوس الكيان وصل مصر للي هي وصلت له من انحدار وفشل في كل شيء؟ اشتغل على الموضوع دوت بمحاور كتير جدا، او اشتغل على محاور كتير جدا وصلته اللي احنا وصلنا له دلوقتي. اول حاجة الفقر، تاني حاجة الجهل، تالت حاجة المرض. وموضوع المرض دوت هم شغالين عليه من ايام حسني مبارك، من ايام اتفاقية كامب ديفيد، لما بدأوا ان هم يعملوا تعاون بين الزراعة المصرية، وزارة الزراعة المصرية ووزارة زراعة الكيان. اشتغلوا على المصريين طبعا اللي كان بيتقال عليهم في العالم كله وتحديدا في الوطن العربي المصري صحته تفوت في الحديد، لغاية ما المصريين دلوقتي بقى يمكن 80% منهم عندهم السكر والقلب والضغط، وعندهم يمكن 60,000 نوع سرطان. مفيش حد فيهم بيصمد لسن ال60 حتى، خلاص ده لو صمد يعني. ده غير طبعا السرطانات في الأطفال. اشتغل على محور تاني وده المهم قوي، ان هو عمل فزاعة. ما هو لما يعمل لك فزاعة، ولما يعمل لك حلمك ان بلدك تبقى بلد عظيمة، بس الفزاعة دي والعدو ده هو اللي واقف قصاد حلمك، انت هتبدأ تعمل زي هنا في بريطانيا لما بيمشوا الكلاب بتاعتهم بيجيبوا لها كلب او عظمة، حتى لو عظمة بلاستيك كده، ويقعدوا يرموها في البارك بعيد قوي. الكلب يقعد يجري لغاية ما صاحب الكلب يكون بيتمشى مع مراته ومع صاحبته ومع نفسه، بيعمل مكالمة تليفون، والكلب عمال يلعب في العظمة الفيك أو الخشبة اللي رمايله. هو ده اللي هو بيعمله لكم، الفولس فلاج. هو دلوقتي بيفهمكم ان هو بيبني الدولة، وبناء الدولة دوت محتاجكم تصبروا معاه. اصبروا معاه سنتين، اصبروا معاه شهرين، 6 شهور، 30/6/2020 هتلاقوها في حتة تانية ودواليك. وفضل عمال يفسحكوا عن طريق أذرعه الإعلامية، وعن طريق زي ما قلت لكم كده ان هو في رسم لكم او رافع لكم فولس فلاج زي الجماعات الإرهابية. يقول لك ايه؟ رافعين راية رسول الله ودهنينها بالعلم الاسود او باللون الاسود، وهما ما بيقتلوش غير المسلمين وما بيتحركوش غير بأوامر الموساد والCIA. فهمتوا حبايبي؟ فانتوا أداة لتقسيم مصر. الشعب المصري أداة لتقسيم مصر. ازاي أداة لتقسيم مصر؟ لأن هو بيجريكوا ورا عصافير، بيطيركوا ورا عصافير زي الكلب، زي ما قلت لكم كده انتوا الكلب، وهو بيرملكوا عظمة بعيد بتجروا وراها. فزعت الإخوان كل حاجة، الإخوان وسايبينه يبيع البلد، سايبينه يقطعها ويعرضها، وعامل صندوق سيادي، يعني بيسرق البلد ويقطعها ويبيعها، والفلوس بيحطها في صندوق سيادي مفيش عليه رقابة. فلوس طبعا بتتبعت لقرايبه تاني، يعني يعتبروا اشتروا البلد ببلاش، واللي متصدر قدامكم انها للامارات. فهمت؟